السلام عليكم، مرحبا بكم على قناة ارسنديزات. ما تنساوش دعمونا بلايك وتضغطوا على زر الاشتراك باش يوصلكم جديد. خوتي قبل ما نبداو ما تنساوش تصليوا على النبي الحبيب. في الفيديو تاع اليوم عندنا العلامة الصينية الأولى التي تدخل الجزائر في شهر ماي بإذن الله. ستكون علامة جاك أول سيارة صينية ستدخل الجزائر شهر ماي الجاري بعد حصولها على الاعتماد النهائي في شهر فيفري الماضي. وكان المدير العام لمؤسسة إيمين أوطو نهاد ساسوفا أوغلو كشف عن عزم استيراد 20,000 مركبة من علامة جاك إلى الجزائر خلال هذه السنة، من بينها 15,000 نفعية و5,000 سيارة سياحية. وأكد المتحدث أن الشحنة الأولى من هذه المركبات ستصل في شهر ماي 2023 على أن تستمر باقي الشحنات تباعا. وأضاف: الآن لدينا فروع في 12 ولاية ونسعى إلى توسيع شبكتنا لنصل إلى 38 ولاية. وأكد المدير العام لمؤسسة إيمين أوطو نهاد ساسوفا أنه لم يفقد الأمل أبدا في رؤية نشاطه يستأنف من جديد. وبالنسبة للطرازات التي سيتم استيرادها في الجزائر، أكد المحدث أنها تشكيلة متنوعة جدا مقدما للصحافة وثيقة تحتوي على مختلف الطرازات. خاوتي اللي شفناها في الفيديوهات من قبل، الوثيقة راني افيشيتها في الفيديوهات من قبل، وهي مزيج من الشاحنات والمركبات النفعية والسيارات السياحية. وفيما يتعلق بسيارات الركاب فهو يتكون من 5 موديلات: جي 7 والجي 2 اس والجي اس 3 والجي اس 4 والجي اس 8. ستكون هذه الطرازات جميعها في صيغة لكسوري، وهي أعلى طرازات مدعومة بمحرك بنزين 1.5 لتر و 1.6 لتر بقوة تتراوح من 110 إلى 180 حصان. كل موديلات جاك هذه مجهزة بناقل حركة أوتوماتيكي. أكد رئيس إيمين أوطو أن وصول هذه المركبات مجدول من نهاية هذا الشهر، بحجم استيراد مخطط لعام 2023 من 20,000 وحدة. ستكون 15,000 وحدة مركبات تجارية ومهنية، بينما ستكون 5,000 مركبة سياحية. وبالنسبة للمركبات النفعية والشاحنات التي سيتم استيرادها من طرف مؤسسة إيمين أوطو، سيتم التركيز على الشاحنات بوزر وديسكارونت اس، يعني الجاك ديسكارونت اس المعروف، متوفر في عدة إصدارات تتنوع بين الحاويات والمبردات والهياكل الفرعية. وتمتد مجموعة جاك إلى شاحنات وسيارات لم يتم تسويقها في الجزائر من قبل. خوتي هكا نفهموا باللي شهر ماي هو شهر افتتاح الأزمة، يعني افتتاح أزمة السيارات وتشبع الحظيرة الوطنية بسيارات جديدة مختلفة الأنواع، منها مركبات وشاحنات ومركبات نفعية وسياحية. هكا خوتي نكونوا لحقنا لآخر الفيديو، إن شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا العدد واستنونا في عدد الجاي. ما تنسوش تكثرونا بالبارطاج ودعمونا بلايك باش يلحقكم الجديد خوتي، وخليونا كومنتر ونقول لكم السلام.